راجع يهدينا. ربنا يستر. تعالى يا عم جابر ورجالته. ربنا يستر. لم هدومنا بسرعه ينجي. أنا هقابله وأواجهه. لا هيقتلوك عشان خاطري يا ادهم. انا هبلغ لهم البوليس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أي خدمة يا بلدينا؟ في واحد هنا اسمه أدهم. أدهم؟ لا مفيش حد هنا بالاسم ده. كيف ده؟ زي ما بقول لك مفيش حد هنا بالاسم ده. ويلا يا بلدينا اتكل على الله وانت والناس اللي معاك دول، عشان وقفتكم قدام العمارة غلط. زين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي موقفك هنا؟ أنا بسأل على واحد قريبي ساكن هنا. كل دول قرايبك؟ ايوه. ويا ترى السلاح اللي معاهم دوت مترخص؟ دول غفر يا باشا، وده سلاح ميري. يا عمده وقفتك كده غلط. بالغفر بتوعك وبالسلاح كده مسببين قلق للناس. يا ريت مدام قريبك مش موجود هنا ممكن تاخدهم وتتفضل. زين زين يا باشا. السلام عليكم. يلا يا رجال. خلاص انا ما بقتش قادره استحمل. بقيت اخاف انام بالليل لحسن حد يدخل علينا يقتلك ولا يعمل فيك اي حاجه. أنا آسف يا إنجي، آسف إن حطيتك في الموقف ده، بس أنا قلت لك من الأول. شكرا. بس أنا قلت لك من الأول إن كل ده ممكن يحصل. بس ما كنتش متصوره ان الامور ممكن توصل للدرجه دي. سلاح وناس شكلهم مخيف، ده ولا في الافلام. إنجي يعني أنا عندي حل هيريحك ويخليكي تخلصي من الموضوع ده خالص. حل ايه الحقني بيه؟ إننا ننفصل يا إنجي. انت بتقول ايه؟ ننفصل؟ ده حل مؤقت. رجعي بيتك يا بنت الناس لحد ما الاقي حل المشكله اللي انا فيها دي، وبعد كده نرجع لبعض تاني ونعيش بشكل طبيعي زي البني ادمين. وافرض بقى ان مشاكلك دي ما اتحلتش، هيكون ايه الحل؟ لا، ماني عندي حل هيريحك ويريحني ويريح كل الاطراف اللي في الموضوع ده. حل ايه بقى ان شاء الله؟ ارجع النجع واتجوز ساميه بنت عمي. انجي اقعدي اقعدي واسمعيني بس. ده هيبقى حل مؤقت كلها اسبوع واطلقها ونرجع نعيش مع بعض تاني. بقى بعد كل اللي عملته علشانك ده عايز تسيبني وتروح تتجوز سامية؟ انت مش مقدر انا عملت ايه؟ بالعكس، انا بعمل كل ده عشان اني مقدر ده، وجميل شايله فوق راسي من فوق. بس اعمل ايه؟ يعني وانتي مش طرفين بس في الموضوع، في طرف ثالث اللي هي ساميه بنت عمي. وانا بقى مش موافقه وما عنديش استعداد اسمع اي كلام تاني في الموضوع ده. عشان خاطري احب على يدك. في ايه يا ادهم؟ انت مخبي عني ايه؟ اتكلم. اخبي عنك ايه يعني؟ دماغي راحت لحد فين يا انجي؟ مش عارفه، بس حاسه كده ان جواك حاجه وانت مخبيها ومش قادر تقولها. لا، مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. خلاص، يبقى مش عايزه اسمع كلام في الموضوع ده تاني. اتفقنا؟ اتفقنا. ده سيف. الو. ايوه يا سيف. وبعدها لك يا جابر، من لنا مشاكل وانت صغير وانت كبير، ما فيش فايدة معاك. الو. ايوه يا احمد، ايه الاخبار؟ ها طمني.
توصلوش يعني. الحمد لله. بقول يبقى قعدتك في مصر ملهاش عازة، عود على النشأة يا ولدي. السلام. ولدي جرى له حاجة؟ لا طمني، ما حصلش حاجة. بواب العمارة لما حس بالخطر بلغ الحكومة، ما تخافيش ما تخافيش. ولدي 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 يا حاجة، ولدي ولدي ان شاء الله ولدي اطمن يا اخي، اطمن، قادر ربنا يحميه. بالشفا ان شاء الله. شكرا قوي. ميرسي يا ميرفت. حضرتك هتفضلي كتير كده ما تتكلميش معايا؟ لان عمتك تعبانه وسيادتك جايه تحبي لي هنا في الاقصر، مش كده؟ يا مامي الحكاية ابتدت قبل ما طنط نهلة تتعب، وبعدين ده ولد كويس جدا وعايز يتقدم. ولما هو كويس جدا وعايز يتقدم ما جاش يتقدم لغايه دلوقتي ليه؟ علشان أنا اللي أجلت الموضوع يا ماما، عشان الظروف اللي احنا فيها وتعب طنط نهلة اللي جه فجأة. خلاص بدل شايفه الظروف اللي احنا فيها ما تسمحش بالكلام ده، يبقى تنسي الموضوع ده خالص دلوقتي، اوكي؟ حاضر يا مامي. ازيك يا ميسة؟ ازي حضرتك؟ سلمى. ازيك يا شريف؟ ايه يا حبيبتي، الدكتور لسه بيقول لي ان الضغط مظبوط قوي النهارده. رأفت عايزاك في كلمه. اتفضلي. بعد اذنك. وحشتني قوي 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 ضحكتك الحلوه دي. نفسي بقى نروح بيتنا. ومين سامعك؟ انا عايز نرجع النهارده قبل بكره يا حبيبتي، بس انت تقومي كده وتقفي على رجليكي وتبقي كويسه، وانا اوعدك ان انا اخدك ونطير على بيتنا. ان شاء الله. بس ايه؟ انجي هترجع معانا؟ اه يا حبيبتي طبعا انجي هترجع معانا. لا يا سلوى ما ينفعش، انا اديتك فرصه تقعدوا تتكلمي مع بنتك، لكن كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ملوش اي مبرر عندي وما اقدرش اقتنع بيه ولا اوافق عليه ابدا. احنا مش جايين هنا الاقصر علشان بنتك تحب وتتحب، بلاش كلام فارغ. اسمعي، انا هقعد مع بنتك واشوف ايه حكايه الموضوع ده بالظبط. يا رأفت يا حبيبي اهدى شويه، الولد معجب ببنتك وبنتك معجبه بيه وهو عايز يتقدم، لان انا بصراحه ما عنديش استعداد يحصل لبنتي زي ما حصل لانجي. سلوى احنا خلاص انتهينا، مش هخش في اي تفاصيل دلوقتي خالص، مفيش فيها دماغ كفايه اللي احنا فيه.